عارفين يا شباب، مواقع التواصل الاجتماعي مختلف اشكالها ليها عيوب كتير قوي، بس لو هنتكلم بصراحه ففي ميزه رائعه جدا ضافتها المواقع دي. الميزه دي هي تبادل المعلومات والخبرات والتوعيه والارشاد. وخلينا ناخد جانب التوعيه ونلقي عليه نظره سريعه. انت دلوقتي وانت بتقلب على الفيسبوك مثلا او يوتيوب بيظهر لك فيديوهات طويله او قصيره او حتى بوست بتتكلم عن مختلف الامراض النفسيه زي التوعيه بمرض الاكتئاب والقلق المفرط واضطراب فرط الحركه وهكذا. هتكمل تقليب هتلاقي مصطلحات عن انماط شخصيه معينه لازم تاخد بالك منها زي النرجسيه، وده اشهر مثال. النوع ده من التوعيه ادى لرجوع تسليط الضوء على حاجه مهمه جدا في حياتنا وهي العلاج النفسي. زمان ما كانش فيه اوبشن انك تروح تتعالج نفسيا، هو اصلا ما كانش بيخطر على بال حد انه محتاج يروح يتعالج نفسيا، ولو افترضنا ان حد راح فالموضوع كان هيبقى وصمه عار في تاريخ الشخص ده وهيتم اتهامه بالجنون بقيه حياته. فالمهنه دي زمان كانت مش معروفه ومتداريه ومهمشه، لكن دلوقتي مع رجوع التوعيه باهميه العلاج النفسي فالمجال ده الطلب عليه بقى متزايد جدا في السنين الاخيره، وناس كتير بقت حابه تشتغل فيه لاهميته في زياده وعي المجتمع وارشاده سلوكيا. فضروري جدا نسلط الضوء على المجال ده ونجاوب على اسئله كتير ممكن تكون بتخطر على بالكم، زي ايه الفرق بين المعالج النفسي والطبيب النفسي؟ ازاي المعالج النفسي بيقدر يعالج الحاله اللي قدامه وهو مش طبيب؟ هل العلاج النفسي هو الحاجه الوحيده اللي بيقوم بيها الاخصائي النفسي ولا دوره اوسع من كده بكتير؟ وايه هي الطرق اللي تاخدها اللي بيها توصل وتبقى اخصائي نفسي؟ كل ده هجاوبك عليه باذن الله في الحلقه دي. فلو اول مره تشوفني انا ده حسن، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. قبل ما ابدا كلامي ضروري جدا انبه انك ما تاخدش الحلقه دي كمصدر ابدا في تقييم حالتك النفسيه او تاخد قرارات من نوع انك تروح لدكتور نفسي ولا معالج نفسي بناء على حلقه. الحلقه بتشرح فقط وظيفه الاخصائي النفسي وبيدرس ايه، لكن لو بعد الشر عليك محتاج علاج نفسي فالحلقه دي مش هتحدد انت محتاج انهي فيهم نهائي. انا مش متخصصه في المجال وربنا يرزقنا العافيه يا رب جميعا، ما نحتاجش ابدا العلاج النفسي. يلا نبدا حلقتنا. عشان نقدر نجاوب على سؤال ازاي المعالج النفسي بيقدر يعالج اللي قدامه برغم انه مش طبيب، فضروري الاول ناخد خلفيه عن دراسته. المعالج النفسي ده بيكون دارس علم نفس، ودراسته لعلم النفس بتخليه مؤهل لتحليل عقل الانسان والعاطفه الخاصه بيه ومشاعره، وازاي الحاجات دي بتقوده لسلوكيات معينه وبالتالي لقرارات معينه. فهو من خلال دراسته بيقدر يعرف الاشخاص دي بتفكر ازاي، فبالتالي يقدر يتوقع تصرفات الاشخاص دي وردود فعلهم بناء على اسس علميه. من الاخر بيحلل شخصيتك من جوانب مختلفه. طب دراسته للحاجات دي بتخليه برضو يعالج ازاي؟ هقولك. دلوقتي لو واحد بيعاني من اضطرابات القلق المفرطه او المسمى الشهير بتاعها انكزايتي، مرضى الانكزايتي عندهم سلوكيات معينه بيمارسوها ناتجه عن اصابتهم بالاضطراب ده، زي القلق المفرط من حدوث حاجات معينه مضره ليه في المستقبل، او السعي مثلا للكمال في كل حاجه، ودي لانها حاجه مستحيله الحدوث فبيفضلوا واقفين في مكانهم، بالتالي بيجي لهم احباط. هنا المعالج بيبدا يسمع منه كذا حاجه. لازم يسمع ماضيه، يعني طفولته مثلا، الظروف المحيطه بيه، بيبدا يسمع منه مواقف معينه وازاي يتصرف في المواقف دي، ايه مشاعره وقتها وهو بيتصرف مثلا. المعالج بيبدا يحلل كلامه كله وازاي الماضي بتاعه والظروف المحيطه بيه اثرت في تكوين شخصيته وطريقه تفكيره. الحاجات دي هي اللي خلته مثلا يتصرف بطريقه معينه في موقف ما، يخاف ياخد قرار يخص مستقبله مثلا، او مشاعره بتتاثر بطريقه معينه وبتاثر على اتخاذ قراراته. التحليل ده بيخلي المعالج النفسي قادر باذن الله على اتخاذ قرارات علاجيه للشخص اللي قدامه، زي ان اولا بيخليه اكثر وعيا بحالته النفسيه، بالتالي يخفف الضغط اللي عليه. ثانيا بيقاومه سلوكيا، يعني بيساعده على التاقلم في مواقف صعبه وتغيير سلوكه لسلوك تاني يخليه يتغلب على الاضطراب اللي عنده. ومع الوقت وممارسه السلوك ده بتبدا طريقه تفكيره وتصرفاته تتغير واحده واحده، فبالتالي يخف باذن الله. اذا هو بيدرس سلوك الانسان وبعدين بيقدم ارشادات سلوكيه تساعد المريض على التغلب على حاجات كتير زي القلق والاكتئاب الخفيف والادمان لا قدر الله. بس احنا طرحنا فوق سؤال بيقول هل العلاج النفسي هو الحاجه الوحيده اللي بيقدمها الاخصائي النفسي؟ والاجابه لا، العلاج النفسي مش هو الحاجه الوحيده اللي بيقدر يعملها المعالج النفسي. وعلشان نقدر نفصل كل الحاجات اللي بيقدر يعملها المعالج النفسي ضروري الاول نفهم ان في تخصصات في المجال ده اصلا، والتخصصات دي منها علم النفس الرياضي، السريري، التربوي، الاجتماعي، الاسري، وعلم النفس الشرعي. علم النفس الرياضي مثلا اللي بيتخصص فيه بيبقى قادر يقدم مساعدات وارشادات للرياضيين للتغلب على الضغوط المختلفه اللي بيواجهوها واللي لو ما اتحلتش ممكن تاثر على مستواهم الرياضي. السريري ده هو اللي اتكلمنا عنه من كام دقيقه كمثال، اللي بيتخصص فيه بيبقى قادر يتعامل مع الاضطرابات النفسيه. علم النفس الاسري والمنزلي ده بيتعامل مع المشاكل الخاصه بالاسره، العلاقات الاسريه زي العلاقه بين الزوجين والابناء، التغلب على العنف الاسري مثلا، نصائح تربويه وهكذا. علم النفس الشرعي ده بقى الخاص بالجنايات، بيتم دراسه سلوكيات الجريمه والمجرمين بشكل عام، وده مفيد في التحليلات الجنائيه وتوقع تصرفات الجاني، بالتالي بيفيد في التحقيقات. مش عاوزه اكتر عليكم الامثله عشان الوقت، بس حبيت اوضح ان دور المعالج النفسي كتير من الناس حاصرينه في حته ضيقه جدا، مع ان المجال جواه تخصصات كتير جدا ومهم جدا في مختلف جوانب المجتمع. وبما اننا وضحنا دور المعالج النفسي فضروري جدا نفرق بينه وبين الطبيب النفسي. واهم فرق هنقوله هو ان المعالج النفسي ما بيوصفش ادويه ابدا، وفي حالات لازم لها تدخل دوائي عاجل زي مرضى الاكتئاب الحاد واضطرابات
اضطرابات ثنائي القطب والفصام، ولو لا قدر الله في ميول انتحاريه او هلوسه او نوبات هلع حاده. الحالات دي ما ينفعلهاش معالج، وانما لازم دكتور يتدخل. لكن المعالج النفسي بيقدر يعالج الحاله اللي بس محتاجه تعديل سلوك ومش محتاجه ادويه. واحيانا المعالج النفسي بيحول المريض دكتور اصلا. ننتقل بقى لنقطه المهارات. ايه المهارات اللي انت محتاجها علشان تقدر تدخل مجال زي ده؟ اجابه السؤال ده هتخلينا افكرك ان داخل السلسله الخاصه بكليه اداب، وده معناه ان دخول كليه اداب هو الطريق الاقصر عشان تبقى معالج نفسي. في قسم داخل كليه اداب اسمه قسم علم النفس، وده بيدرسوا فيه مواد مختلفه زي مبادئ علم النفس والسلوك والدوافع والانفعالات، بالاضافه للتخصصات اللي ذكرناها زي علم النفس السريري وسيكولوجيه الجرائم. لكن لو انت حابب مجال وما دخلتش الكليه دي، فاحب اقول لك ان في دبلومات كتير جدا معتمده وموثوقه بتتيح لك تبقى معالج نفسي. وركز في كلمه معتمده وموثوقه، عشان نفسيه الناس مش لعبه. انت في ايدك امانه كبيره قوي. وطبعا عشان تنمي مهاراتك في المجال ده ضروري جدا تطلع اولا باول على الدراسات النفسيه الحديثه والقراءه الكتير طبعا في علم النفس. ومهمه جدا في المجال ده انك تنتقي الحاجات اللي بتقراها، لان في كتير جدا من المصادر الاجنبيه بتتطرق لطرق حرفيا اشبه بالدجل، وبيصنفوها على انها طرق حديثه في العلاج. ضروري جدا تنقي انت بتقرا منين، وتشوف الحاجه دي مناسبه لديننا وعقيدتنا ولا لا. واخيرا دراسه علم النفس بتفتح لك ابواب كتير جدا في مجالات متنوعه. ممكن تستغل كمان المجال ده في توعيه غيرك بالامراض النفسيه والعصبيه، وتقدم لهم نصايح للتغلب على مختلف ضغوطات الحياه، وازاي الناس تقدر تتعامل مع بعضها بشكل افضل، وازاي نقلل العنف وغيره. ربنا يعافينا يا رب من اي امراض، ودايما ندعو ان ربنا يرزقنا العافيه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وشير الحلقه عشان المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس اللي ممكن يكونوا محتارين في اختيارات مجالات معينه او كليات معينه. اشوفكم باذن الله في حلقات جديده. السلام عليكم.